ان شاء الله هاد الفيديو تلقاكم بالف خير. اليوم جيتكم بديول ولا بوراك كل واحد كيفاش يسميه. 3 ضرب اقتصاديين وما يدولكش 20 دقيقه من وقتك. كملي معايا الفيديو حتى الاخر، راح نوري لكم كيفاش تحضروهم، كيفاش تنجموا ترجعوهم صحيين اكثر، ونقول لك كيفاش تخرجيهم كامل كيف ماشي وحده صغيره وحده كبيره وواحده تنحلك في الطياب. من قبل ما نفوتوا لطريقه التحضير، ما تكونيش من 70% اللي يشوفوا الفيديو وينساو الاشتراك. دونك ما تنسيش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تكوني اول من يشاهد لي فيديو القادمين ان شاء الله. بسم الله. هنا دون ان سالادي حطيت 2 حبات بطاطا اللي كنت ديجا قطعتهم صغار روندي ودرتهم يغلو واحد 10 15 مينوت هكاك، من 10 الى 15 دقيقه، وصفيتهم بيان من الماء. ونبدا نمرس فيها بالفرشاه تاعي ولا اي حاجه دابيتود تمرسي بها. بعد ما نمرسها بيان ندير اون بورسيون تاع فرماج، اي نوع تاع فرماج كمتوفر عندك في البيت، ونزيدو فرماج غابي تاع بيتزا اختياري واي مارك كانت عندك في البيت باش نزيدو شويه كالسيوم في الوصفه. نضيف شويه زيتون افيلي رايح يزيد لنا ذوق بزاف بنين، ويزيد لنا شويه دهون غير مشبعه اللي هي دهون مليحه لصحه القلب. شويه معدنوس اللي كنت قطعته ديجا، انا المعدنوس جام اي سي ان دي زانغريديون اللي نخدم به بزاف واللي معلوماتكم فيه فيتامين سي كثر من التشينا. وي نزيد بطاطون تونه اللي ما نزيدهاش بالزيت تاعها. ننصحكم بالطون تاع عباد الشمس اللي فيه تورنوسول، فيه نسبة بروتينات عالية ودهون مشبعة قليلة. الدهون المشبعة هي الدهون اللي مش مليحة صحة الإنسان، والدهون الغير المشبعة هي الدهون الصحية انفادير، كيما الدهون باغ اكزومبل اللي نسيبوها في المكسرات، اللي نسيبوها في زيت الزيتون، الدهون اللي نلقاوها في الأسماك. على ديفيرونس الدجاج وسورتو هذيك القشرة غنية بالدهون المشبعة اللي تطلع لكم الكوليسترول. فوالا ونخلط لوتو. نزيد شويه ملح، شويه حرور فلفل كحل، ما تكتروش بزاف الملح باسكو الفرماج ديجا مالح. بالنسبه للديول سيختاروا نوعيه مليحه. هنا استعملت فاميلي تاع الاعشاب، فيهم ذوق بزاف شباب ويزيدوا في المظهر تاع الديول تاعك ولا البوراك تاعك. توجور لو باكي تاعي نقسمو على 2. هنا شدت لي غير شويه مي سي با غاف. فوالا وهنا ركزوا معايا باش الحبات تاع الديول ولا البوراك يخرجوا لكم كامل كيف. اول حاجه الورقه تاع الديول تاعي نحطها على السطح الخشن، والسطح الاملس نحط عليه لافارس. نجي نطوي دو باغي دوطر بحيث الحواف لي بور تاع الورقه تاع الديول تاعي يجوا على سطر واحد كيما هكا. فوالا بهذه الطريقه وندور بشويه. فوالا كي نلحق هنا ندرك شويه على حبه البوراك تاعي، شويه برك ماشي بزاف حتى تبدا تخرج لكم لافارس دو باغي دوطر على الاطراف. نعاود بنفس الطريقه نحط الورقه تاعي على السطح الخشن، ندير لافارس تاعي نوزعها بشكل متساوي بهذه الطريقه، ونفس الشيء نطوي دو باغي دوطر بحيث الحواف يجوا على سطر واحد بهذه الطريقه. فوالا هكا كامل الحبات يجوكم بشكل متساوي. دوك نوريكم كيفاش ديروا المثلثات اوسي بنفس الطريقه. نجو نحطوا الورقه تاعنا على السطح الخشن تاعها، نطوي الجزء الدائري تاعي بحيث يكون بعيد على الحافه بواحد 2 سنتيم هكاك، واحد 2 3 سنتيم. سي حبيتو حبه البوراك تاعكم تجي كبيره. نحط لافارس تاعي ونسيي نصنع مثلث بهذه الطريقه. ابخي نبدا نطوي فيها بهذه الطريقه. توجور الحواف تاعنا يجوا متطابقين. بالعموم اي فارس تاع الديول حبيتو طيبوها في الفوغ، حبيتو طيبوها في الفرن تاعكم، ما ديروهاش ناشفه بزاف باسكو راح تزيد تنشف في الفوغ. على ديفيرونس سي حبيتو تقلوهم هنا لا فارس تاعك لازم تكون ناشفه. هنا بالذات صفيتها بيان من الماء باسكو كنت رايحه نقليهم. مي سي حابين طيبوهم من فوق، حاجه اللي ننصحكم بها ونشجعكم بزاف عليها، معليش تخلي فيها شويه ماء، عبر مغرف كبيره تقريبا من الماء اللي غلات فيه. وهنا نسيي نوزع لافاس تاعي على الزوايا.
باش حبة البوراك تاعنا ما تجيش فارغة في السوايع. ونكمل نطوي. كي تبقى لكم هذه في الاخر سيو دخلوها بهذه الطريقه. فوالا اي فوالا. نعاود وحده اخرى معاكم. فوالا اي فوالا. كميه لافاس اللي درتها عمرت لي كامل لو باكي تاع ديول. انا هنا كيما قلت لكم درتهم يتقلاو. باش حبيتو تقلوه نتوما تاني ما تكثروش بزاف الزيت، وبيان سور ديروا يسخن افون في المقله تاعكم باش ديروا البوراك تاعكم. كي يتحمروا نقلبوه. بالنسبه للنار تسيو ديروها متوسطه، ما تزيدوا له كامل ما تنقصوا له كامل. اي فوالا البوراك تاعي بعد ما طاب وجففته في البابي ابسوربون. يجو بنان خفاف مش مكلفين وما يطلبوش بزاف وقت ولا مجهود. وهذه هي وصفة اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. جربوها وقولوا لي كيفاش جاتكم في التعليقات. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش ما تراطوا والو من لي بروجين فيديو ان شاء الله. تهلاو في روحتكم، صحه رمضانكم، et à la prochaine.